لكن هم سعداء بان هم لما واحد نزل الملعب قالوا له اطلع بره. اعتقد الروح دي كويسه. لا ما ينفعش ان انا انزل ارض الملعب ده، ان الارض دي مقدسه، فلازم نحترم رجال الشرطه ونحترم الناس الموجوده وما نعملش كده، لان دي كوره. النهارده انت غالب وبكره كسبان، مش مشكله يعني. ونادي الزمالك مش نادي الزمالك يعني. في دموع في عينيك. والله انا بقالي 40 سنه يا حاج تعبت والله بقالي 40 سنه. انا بحب نادي الزمالك، بعشق نادي الزمالك. انا تاجر في شارع الازهر يا حاج، انا مش اي كلام. قول لي ايه اللي مزعلك؟ انا صعبان عليا بس النادي بقالنا 8 سنين ما خدناش بطوله يا حاج. 8 سنين ما خدناش بطوله. طب هناخد بطوله امتى؟ طب المشكله في ايه؟ المشكله في اللعيبه يا حاج، المشكله في اللعيبه ما عندهاش روح. النادي الاهلي عنده روح، بيلعب بروح. فريق عنده 38 سنه و39 سنه وبيلعبوا بروح. احنا ما فيش روح، ما بنحبش بعض. احنا لازم نحب بعض، ما كنتش احب بعض مش هناخد بطوله خالص. اعتقد الاداره وفرت لعيبه. الاداره وفرت لعيبه، طب نعمل ايه تاني؟ وجمهور موجود، نشوف الجمهور قد ايه بس. فاحنا يعني انا راجل يعني مش كابتن لازق. حد تحب تقول له حاجه؟ اقول لك كابتن حسن عبد الرزاق ما يطلعش يا كابتن. عبد الرزاق ماسكينه 3 واحنا عايزينه. عبد الرزاق ما يطلعش. عبد الرزاق لعيب. فاحنا فرقه الزمالك فيه بقى احسن من كده فريق في مصر. طب نعمل ايه؟ الجمهور بيجي وكله بيجي، نعمل ايه يا كابتن؟ بس ايه اللي نعمله؟ حابب اقول احنا النهارده اتغلبنا، معلش مع احترامي للكابتن حسن. اكبر غلطه عملها النهارده طلوع رزاق كان ماسك 3 لعيبه ماسكينه في طلوعه. بعد كده انبي مع احترامي للفريق انبي مش مستحق يكسب النهارده، بس احنا وحشين. بس في حاجه برضو كابتن عصام صيام يا ريت يراعي ربنا في الحكام اللي بيعينها، لان الكابتن ياسر، انا راجل عندي 51 سنه، حضرت اجيال كتيره. ابو ياسر عبد الرؤوف كان مضيع لنا دوري، نهايه دوري مباراه اللي الكابتن حسن جاب لنا جون في نهايه الدوري وهو ابوه اللي ضيع لنا. انا بقول برضه بعد احترامي للناس الجماهير ديت، بعد احد الزمالك اللي حصل النهارده في النادي ده ما يحصلش ابدا خالص، ومحدش ينزل ارض الملعب زي ما قال الحاج امام. الارض مقدسه، احنا عايزين نتقدم مش عايزين نتاخر. الناس بتتقدم دلوقتي، عيب اما نعمل كده، والشرطه لغايه دلوقتي ما بتعملش معانا حاجه خالص. كل هدوء، عايزك تبقى هادي شويه. الكابتن علاء صادق يبعد بعيد عننا، بس يبعد بعيد عننا يا كابتن مدحت، يا كابتن علاء، يا كابتن ابعدوا عننا. حرام عليكم، حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده. بتخوفوا الحكام من قبل الماتش ليه كده اللي بيحصل ده؟ احنا ايه؟ الكابتن حسن حبيبنا على راسنا من فوق، بس حرام اللي بينزلوا ما بيدوش في الملعب. لازم الناس تنزل، لازم اللعيبه تنزل تدي في الملعب. حرام، ده 90 دقيقه. الفلوس اللي بياخدوها دي ليه؟ الحاجات اللي بياخدوها دي ليه؟ حرام. عاوز اقول بس ان المفروض ان احنا نتعلم. ده كاس مصر كان الاستاد كله مليان، وانبي برضك وكسبتنا وكنا كسبانين وخسرنا، والنهارده كذلك الامر، كسبانين وخسرنا. ليه؟ مفيش فكر. يعني المفروض اللعيبه دي بتاخد ملايين، المفروض ان هي يعني كل فكره عندها، مفيش فكر خالص. والتحكيم كابتن ياسر، احنا مش مشكله ما لعبناش، مفيش مشكله ما لعبناش، بس اديني حقي. وحضرتك بس في مشكله يعني حاجه بس عايز اقولها للكابتن حسن شحاته. ليه مثلا في النادي الاهلي كابتن ابو تريكه بينزل وبيطلع ما فيش ادنى مشكله، شيكابالا ما فيش توفيق ما يطلع، ايه المشكله اللي هو ما يطلع؟ فانت ما تجاملش يا كابتن حسن عشان احنا عايزين نكسب. انا بقول طبعا احنا بندي الثقه للكابتن حسن شحاته، بس احنا ماشي، احنا كجمهور الزمالك بنعتذر بالنيابه عن جمهور نادي الزمالك، بنعتذر للكابتن حسام البدري بحيث الانهالات اللي تعرضت. مهما كان انا كزملكاوي متعصب وبطلع على طول في وسائل الاعلام، بندي برضه بنعتبر الخساره دي شيء وارد، يعني مش بكسب على طول نادي الزمالك. احنا بنحترم الفريق المنافس وبنحترم كابتن حسام البدري. والنهايه الاخيره اللي بوجهها معلش للاعلام، اللي احنا برضه صابرين للكابتن حسن شحاته مع في ظل اعلام مأجور ضد الكابتن حسن شحاته. اول حاجه طبعا التغييرات، ان مثلا رزاق مفيش غير مهاجم واحد عندك، ان انت تخرج رزاق ومفيش مهاجم تاني على الدكه، ده اول حاجه. تاني حاجه انا بقول للدكتور علاء صادق انت شغلك بدأ خلاص. لا ماشي، انا مع حضرتك، بس انا بقول ان الحكام النهارده بقى عليهم ضغط من التحكيم. كل حكم بقى نازل بقى خايف.